السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على كل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا الفيديو من عند الفرخ البيضاء وانا ببصه راح جايب الكاميرا كده عشان اوريكم الفراخ النظام بتاعها ايه في الانتشار. متكومين على بعض، متكومين عند الجدران، متكومين تحت بعض فوق بعض. دي بقى بتعرفكم المكان. طول ما الفراخ منتشره في المكان كده اعرفوا ان المكان التهويه كويسه، التدفئه كويسه. طول ما الفراخ زي ما انتم شايفين كده اهو بعيده عن بعضها كده، التهويه كويسه، التدفئه كويسه، انت مظبطه الدنيا كده. في حاجه بقى من اللي انا قلتها كده، سواء هم بعيد عن اللمبات حر، سواء هم تحت اللمبات متكومين فوق بعض برد. فعلى قد ما تقدروا يا جماعه ظبطوا التهويه والتدفئه. طبعا النهارده عمر الفراخ البيضاء 30 يوم بالظبط. عمر الفراخ البيضاء النهارده 30 يوم بالظبط. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. النهارده بامرك يا رب هنوزن عمر ال 30 يوم ونشوف الوزن عامل ايه. طبعا قبل الوزن نبص بس على الفضلات، بس يا رب نلاقي فضلات، لان انا عماله ابص كده مش شايفه فضلات قدامي. فالفضلات زي ما قلنا يا جماعه من ساعه الارضيات البلاستيك غير التبن غير النشاره. طبعا الارضيات البلاستيك زي ما انتم شايفين كده لها عيون واسعه، فالفضلات بسهوله بتنزل تحت في الارض. فلو لقينا حاجه يبقى حلو قوي ان احنا نقدر نوريكم حمام الفراخ بسبب الارضيات البلاستيك، لانها بتنزل تحت في الارضيات. ما بعرفش ان انا اوريها لكم بسهوله زي التبن زي النشاره. طبعا الارضيات البلاستيك دي كويسه جدا يا جماعه، وبتحافظ على الفراخ من الكوكسيديا والكوليستيريديا. اكتر حاجه بتجيب كوكسيديا وكوليستيريديا للفراخ الفرشه. اول حاجه واكتر حاجه بتجيب الكوكسيديا والكوليستيريديا للفراخ الفرشه. الفرشه اللي هي ايه بقى؟ اللي هي التبن، اللي هي النشاره. ايا كان انت فرشه ايه تحتهم تلقائي. لكن حلاوه الارضيات البلاستيك ممكن تكون عيوبها كتير ومميزاتها ممكن تكون حاجه واحده، ان هي بتبعد الفراخ عن الكوكسيديا والكوليستيريديا بس. لكن هي وبتوفر معاك نشاره طبعا وتبن. يعني بتوفر معاك نشاره، بتوفر معاك تبن، بتبعد الفراخ عن الكوكسيديا والكوليستيريديا. وممكن يكون عيوبها ان انت بتشيلي وتحطي وتعب، بس صدقيني هي كل حاجه تعب، كل حاجه تعب. بس صدقوني اكتر حاجه بتحافظ على الفراخ من الكوكسيديا والكوليستيريديا الارضيات البلاستيك دي. لان طبعا بيبقى الفرخ او الفرخه فوق الارضيات، الحمام بتعمل حمام بينزل تحت في الارضيه بعيد عنه، ولا علب بقى ويعمل العلافه. مثلا عايزين ياكلوه من التبن او بالنشاره مع جنبه حمام جنبه. هي المشكله بتيجي من كده، هي المشكله بتيجي من كده. المهم ربنا يقدرنا ونلاقي اي لون بس لو حمام واحد نشوفه ونشوف ايه شكل الحمام عامل ايه. طبعا انا الصبح كنت حاطه لهم علف وكنت حاطه لهم خل. طبعا الصبح انا كنت حاطه لهم علف وكنت حاطه لهم حاطه لهم خل. المهم سموا بالله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنعدي واحنا ونصيبنا بقى، نلاقي ما نلاقيش دي حظوظ بقى. المهم في حاجه بسيطه اهي بصوا يا جماعه اعزكم الله. طبعا دي ممكن يكون بقيه الحمام بتاع الفرخه دي نزل تحت، وحاجه بسيطه اللي معلقه اهي، يعني حاجه بسيطه قدرنا ان احنا نشوفها. نبص كده نمشي كده يمكن نلاقي حاجه تاني. بسم الله ولا قوه الا بالله. حاجه بسيطه برضه يا باشا. انا مش شاطره والله دي الفرخه. الله يبارك لك يا دي الفرخه. بصوا اعزكم الله. طبعا والله وانا بدور لسه الفرخه عاملاها حالا اهو. بصوا بقى الطبيعي اهو، ولا ابيض ولا احمر ولا بني اللي هو الطحيني ولا ابيض ولا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما فيهوش اي حاجه. حمام طبيعي. حتى لو بني يا جماعه ما تقلقوش منه. يعني حتى لو بني ما تقلقوش منه. ما تخافوش من الاسهال البني، ما تخافوش من الاسهال الاخضر. اللي تخافوا منه الاسهال الاحمر والابيض. بصوا الحمام اهو تحت اهو. المهم الحمام كويس جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله بامر الله احنا قبل ما نعمل اي حاجه هنقول لكم على السقوه اللي احنا هنحطها للفراخ. عامله سقوه ممتازه جدا جدا، وبعد كده هوريكم السقوه وبعد كده هنوزن الاول. يعني هوريكم السقوه اللي احنا هنحطها للفراخ وبعد كده نوزن. عامله سقوه بقى النهارده في العمر ال 30 يوم. بصوا بقى، للكشاشان قولوا، للاسهالات جميع الوان وانواع الاسهالات قولوا،
للديدان قولوا. يعني بصوا بقى، بتقضي على الاسهالات من جميع الالوان بتاع الاسهالات، سواء الاولاني اللي بتقضي عليه اول حاجه الاسهال الاحمر بامر الله وبفضل الله. اول حاجه السقوه دي بتقضي على جميع الاسهالات، جميع الكشاش، الفراخ الكشه. لو الفراخ عندها ديدان لها فوائد ومميزات كتير، مميزات كتير جدا جدا جدا. بتقضي على الاسهال الاحمر، اسهال اخضر، بني، ابيض، مائي، بص مرغي، اي لون ونوع اسهال. وبتقضي على الكشاشان، وبتقضي على الديدان لو الفراخ عندها ديدان. عايزه اقول لكم ممتازه جدا جدا جدا. بس هي ايه بقى؟ عامله زي الفريك ما بتحب الشريك. السقوه دي بالذات او العشبه دي بالذات عامله زي الفريك ما بتحب الشريك. عايزاها تعمل مفعول مع فراخك. نصيحه مني ليكي، ما تحطيش اي عشبه تغلي معاها. نصيحه مني ليكي، ما تحطيش اي عشبه تتغلي معاها. هي تحط حاجه واحده بس. وعلى العلف برضو لو عايزه تطحنيها وتحطيها على العلف برضو بتتحط على العلف لوحدها بس. العشبه الوحيده دون عن اي اعشاب اللي تغليها لوحدها او تحطيها على العلف لوحدها هي الشيح. تغليه لوحده او هتحطيه على العلف لوحده، ما بيتحطش عليها اي اعشاب تانية على العلف ولا اي اعشاب تانية وهي بتغلي. ولازم تغطوا اي عشبه يا جماعه بتغلوها، لازم تغطوا اي عشبه بتغلوها، لان العشبه اللي انتوا بتغلوها لو ما غطيتوهاش الزيوت اللي هي والبخار اللي هو بيطلع منها هي دي الفايده. العشبه لو انت ما غطيتهاش كويس ووطيتي عليها خالص عشان ما تفرش، ووطي عليها خالص وسيبها مع نفسها ربع ساعه نص ساعه مش مشكله، تغلي مع نفسها وتدفي عليها وما تكشفيش الغطا خالص الا وانت جايه ايه زي كده. انا غالياها من النهارده من بعد الظهر، طالعه معاكم دلوقتي خلاص المغرب هيبدا، لسه كاشفه الغطا. شوفوا بقى قعدت قد ايه بقى، يعني المغرب هيبدا انا قعدت يجي 4 ساعات ولا 5 ساعات. الحاجه اللي بتغلي حافظوا عليها ان انتوا ما تخليهاش تغلي وهي مكشوفه. اي سقوه مش الشيح بس او اي عشبه بتغليها مش الشيح بس. المهم اهو يا جماعه انا غالياه. الشيح دي بقى زي ما قلت لكم قاهر للكوكسيديا اول حاجه اللي هي الاسهال الاحمر. بصوا ده شيح اهو، انا غالياه اهو، واهي وهصفيه واحطه على الايه على السقايتين اهو يا جماعه. دي شيح اهو، شيح من عند العطار زي ما انت عايزه، ب5 جنيه ب10 جنيه. انا بجيب مثلا بالربع كيلو بالنص كيلو بيقعد عندي الدوره كلها. مش للفراخ البيضه بس، ده انا بعمل منه للبط وبعمل منه للفراخ البلدي، بعمل منه لكل حاجه. المهم انتوا عرفتوا دلوقتي العشبه اللي معانا. والعلف هنحط ايه؟ هنحط علف بس مش هنحط عليه اي حاجه. بس قبل اي حاجه هنشيل العلافات والسقايات ونوزن عمر ال30 يوم ونشوف الوزن معانا النهارده عامل ايه. صلوا على النبي وسمعونا الصلاه على النبي اهم حاجه، وسموا بالله ووحدوا حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. بصوا بقى احنا جبنا الميزان وشفرناه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا لسه حالا ايه فرخه ده اهو لسه عامل حمام اهو جنبي حالا اهو. اول ما قعدت وجبت الميزان اهو بصوا ماشي. سموا بالله وصلوا على رسول الله. واي حاجه هتقابلنا هنوزنها. ربنا بقى يكرمنا في عمر ال30 يوم ده، لاني وانا بوزن عمر ال25 يوم بصراحه الحمد لله على كل شيء. يعني يا جماعه كانت الفراخ لسه برضو عندها برد، والبرد برضو على قد ما كده البرد برضو هين عن الاسهالات برضو، بس بيأثر برضو يعني بسيط مش زي الاسهالات برضو عشان ما نفتريش. فكانت الوزن بتاع العمر 25 يوم بصراحه ما كانش عاجبني، بس برضو بنرجع ونقول الحمد لله الفراخ فيها روح وبتاكل وبتشرب وان شاء الله الوزن هيتظبط. المهم احنا هنوزن النهارده عمر ال30 يوم لسه معاكم اهو. بس اهم حاجه تسموا بالله وتصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل عليك يا نبي. لا والنبي انا هوزنك، تعالي ده انا لازم اوزنك، تعالي ده انت اول حاجه كده بشرتيني كده ان شاء الله. بصوا يا جماعه اللهم صل على النبي 2 كيلو 110 جرام. الفرخه دي 2 كيلو 110 جرام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كيلو 720. الفرخه دي يا جماعه كيلو 720 جرام. الفرخه دي كيلو 720 جرام. اي حاجه يا جماعه قدامي بصوا الفراخ جنبي، اي حاجه جنبي انا بسم الله ما شاء الله بجيبها لكم اهي. حط دي برده اهي بسم الله ما شاء الله على الميزان اهي. بتعيدي يا حاج بتعيدي. تعالي هجيبك تاني برده. كيلو 740 جرام. كيلو 740 جرام ماشي. هنشوف غيرها كده. اللهم صل عليك يا نبي. اي حاجه انا بتلفت اللي بلاقيه والله يا جماعه بشيله، اللي بلاقيه بشيله لكم. بسم الله ما شاء الله. في بقى فراخ بتبقى مقرفه بفصل معاكم واجيبها. بصوا اهو هفصل معاكم واجيبها. الحاجه
اصبري بقى ربنا يهديكي ياما. اهو كيلو 700 يا جماعه و80 جرام. كيلو 780 جرام. كيلو 825 جرام او 30 جرام. كيلو 830 جرام اهو. كيلو 830 جرام. كيلو 950 جرام. بصوا يا جماعه الفرخه دي اهي كيلو 950 جرام، يعني 50 جرام كمان وتبقى 2 كيلو. 50 جرام كمان اهي. استني يا حاج. كيلو 900 يا جماعه و50 جرام. كيلو 960 جرام. كيلو 960 جرام اهي. كيلو 830 جرام. الفرخه دي يا جماعه كيلو 830 جرام. كيلو 630 جرام. كيلو 630 جرام الفرخه دي يا جماعه. 2 كيلو و10 جرام اهي يا جماعه. الفرخه دي اهي 2 كيلو و10 جرام. الفرخه اللي نطت دي 2 كيلو و10 جرام. 2 كيلو 75 جرام اهي. الفرخه يا جماعه 2 كيلو 75 جرام اهي. بسم الله ما شاء الله. 2 كيلو و40 جرام. اصبري 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 ربنا يهديكي اهي يا جماعه. 2 كيلو و40 جرام. الفرخه دي اهي 2 كيلو. بصوا يا نامت يا ربنا يهديكي. 2 كيلو و40 جرام. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم بارك. نوزن فرخه كمان معانا واخر فرخه، وهشوف لكم لو في فرخه ضعيفه شويه برضه هبص كده. كانت في فرخه عندي ضعيفه هجيبها اوزنها برضه عشان نطمن قلب المتابع ان زي ما عندي تقيل عندي خفيف، مش كله زي بعضه. وانا طبعا بوزن لكم جميع الايه، جميع الاحجام، مش يعني مش بجيب حاجات تقيله واوزنها، انا بجيب كله. 2 كيلو و100 جرام. الفرخه دي يا جماعه 2 كيلو و100 جرام اهي. تبقى عندي فرخ مش جاي كيلو 950 نقول و50 جرام اهو. فرخه اهو 950 جرام يعني مش جاي كيلو. اللي بيخليني بقى ان انا اتعمد اجيب لكم الوزن الخفيف اللي عندي عشان زي ما عندي زي ما عندك، محدش يقول ايه ازاي ده انا عندي فرخين 3. الفرخ اللي انتوا شايفينه في عمر 30 يوم ده نقول كيلو مثلا، هو فاضل له 50 جرام يبقى كيلو. على لما تيجي تذبحي الدوره كمان 10 ايام او حسب ما انت هتقعديها هيبقى معاكي مثلا كيلو ونص 2 كيلو الا ربع. وحشه هتتشوي مش هتقول لا. نشوف حاجه كمان خفيفه برضه. انا شايفه برضه في فرخ خفيف كده شويه عندي هضطر ان انا اجيبه لكم برضه يا جماعه. بصوا كيلو 350 جرام اه. فرخه كيلو 350 جرام يعني فرخ نقول كيلو وفرخ كيلو 350 جرام في المكان. من الفراخ كلها اوزانها مثلا اتنينات، وزي ما انتم شايفين في فراخ بسم الله ما شاء الله معديه الاتنينات. في كيلو 950، في كيلو 800 وشويه، في كيلو 750. عايزه اقول لكم ان انا الحمد لله والشكر لله انا مبسوطه من وزن ال 30 يوم، لان وزن ال 25 يوم كان في فراخ مش جايه كيلوهات، ولو في فرخ جاب كيلو كان كيلو بالعافيه. يعني انا وزني ل 25 يوم ما كانش عاجبني، بس برضو الحمد لله ربنا ما زعلناش وجبر بخاطرنا الحمد لله. ربنا ما يزعلناش ولا يزعلكم ابدا يا رب، ويتعاملنا ويتعاملكم خير اللهم امين. فالنهارده وزن العمر ال 30 يوم انا مبسوطه بجد، مبسوطه بجد بجد. يعتبروا هم الفرخين اللي عندي في المكان دول فرخ كيلو 350 جرام وفرخ كيلو نقول كيلو جرام، نقول كيلو ولا ايه، نقول كيلو. فمش وحش الكيلو اللي 350 جرام دي يبقى 2 كيلو ونص قبل ما تخلصي الدوره بامر الله، والثانيه هنقول كيلو ونص، كيلو 2 كيلو الا ربع حسب بقى ايه تساهيل ربنا. ماشي مع الخلطات مع الاعشاب مع النظافه مع زي ما انتم شايفين. فالحمد لله الحمد لله الفراخ فرقت معايا النهارده عن الايه، عن العمر ال 25. الحمد والشكر ليك يا رب. انا مبسوطه جدا من وزن الفراخ النهارده. وعقبالكم يا رب كده ربنا يكمل لكم الدوره على خير ويفرح قلوبكم جميعا يا رب اللهم امين. طبعا زي ما انتم شايفين حطينا السقايتين وحطينا فيهم الشيح، صفينا الشيح. عايزين تحطوا يا جماعه اللهم صل على النبي التفل بتاع الشيح اللي هو الخشنه اللي بتطلع مطرح ما بتغليه على علف عادي وتاخدوا السائل على الميه. انا عملت ايه بقى، حطيت علف بس وخدت الخشنه بتاعه الشيح حطيتها للايه للبط، قلبتهم على شويه علف وحطيتهم للبط يستفاد برضه. الشيح ممتاز جدا يا جماعه، جدا 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 للاسهالات والديدان والكشاشات. يعني عايزه اقول لكم شوفوا بقى شامل كم اسهال، شوفوا كم اسهال جميع يجي 6 اسهالات، يجي 6 منهم الكشاشان ومنهم لو في ديدان. ممتاز جدا جدا جدا. لو هتعملي السقوه دي كل اسبوع حتى مره كوي الفراخ زي ما انا بعمل كده.
انا قبل ما اعمل اي حاجه بوريكم ان ما عنديش اسهالات ولا عندي اي حاجه، ولو انا بعمل الحاجات دي بعملها كوقايه للفراخ. فاحنا طبعا خدنا الخشانه حطيناها للبط، وادي السقايتين هم حطينا فيهم الشيح، وحطينا 4 علافات زي ما انتم شايفينهم، والفراخ بسم الله ما شاء الله بدات تاكل. يلا يا حبايبي، ده الفيديو بتاعنا كان النهارده، يا رب اكون قدمت لكم حاجه تستفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو يحط لنا اللايك فضلا وليس امرا، ويبقى جزاك الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.